السلام عليكم، أهلا بكم في قناة حكاوي تيتا المرعبة مع قصة جديدة مرعبة وغريبة من حكاوي تيتا المرعبة، وقصة حقيقية حصلت بالفعل لمجموعة من شباب الثانوية العامة. ما كانش كفاية عليهم رعب انتظار النتيجة اللي كانت خلاص هتظهر، لا ده حصل لهم رعب أكتر، وشيء تحرك في الظلام خلاهم يترعبوا فوق رعبهم أكتر وأكتر. الموقف اللي حصل للشباب ده محدش يتخيله، وكمان موقف تاني حصل لشباب كانوا بيذاكروا للثانوية العامة بمناسبة النتيجة وكده. خلينا ماشيين مع جو نتيجة الثانوية العامة. القصة دي هتسمعوها، بس بتمنى منكم تكملوا الفيديو للآخر. ما تنسوش الاشتراك في القناة والشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. بتمنى منكم دعم القناة، ممكن تساعدوني في دعم القناة. نبدأ قصتنا ونقول بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. يوم ظهور نتيجة الثانوية العامة، اليوم المرعب، أكتر يوم يعني بيكون من المرحلة السنية دي رعب محدش يتخيله، لدرجة إن رعب نتيجة الثانوية العامة مهما الفرد أو الشخص مر عليه سنين، لازم لما يسمع وترن في ودانه كلمة ثانوية عامة والنتيجة هتظهر النهاردة أو بكرة أو الليلة، لازم قلبه يتقبض، لازم يخاف ويحس بتوتر ويسترجع الموقف ده كأنه حصل له امبارح. لمجموعة الشباب اللي معانا النهاردة، ده الموقف ده مش هيسترجعوا رعبه من النتيجة بس، لأ ده هيسترجعوا الرعب من اللي شافوه ليلة النتيجة. عشان زمان طبعا القصة دي حصلت في أواخر التسعينات. مجموعة من الشباب قالك نتيجة الثانوية العامة هتظهر بكرة، هتبقى في المدرسة زي ما بيقولوا بتتعلق في المدرسة بكرة. هي طبعا النتيجة ما كانش بتظهر على النت زي ما بيحصل من دول، لأ النتيجة كانت بتروح المدرسة وكانت بتذاع في الميكروفون بتاع المدرسة، في المايك كده الناظر أو المدير أو أستاذ يمسك ويقول فلان الفلاني ناجح ساقط كده. يعني كانت بتبقى حاجة فضايح على الملأ، والبلد كلها بتروح قلب المدرسة وتسمع. والكلام ده كان في قرية، فالشباب دول عرفوا ان النتيجة هتظهر بكرة، الثانوية العامة هتظهر بكرة. طبعا النوم طار من عينيهم، القلق والخوف ملأ قلوبهم، توتر شديد، رعب، رهبة، مش عارفين يعملوا ايه، خايفين جدا. الثانوية العامة هتظهر، النتيجة بكرة. وطبعا كان أيامها بيبقى فيه تشديد جامد جدا على النتائج، ما كانش فيه وسائل غش طبعا زي للأسف اللي بنسمعها اليومين دول. فكان الطلبة يعني بص قلوبهم كانت بتخبط وبترجف من الخوف في النتيجة وانتظار المرحلة اللي هتحدد عمرهم وبقية مراحل حياتهم. فجم طبعا الكلام ده كان اتقال وتردد حوالي الساعة 1 بالليل. طبعا النوم طار من العيون والقلق خلاص ملأ قلوبهم، وقال لك هنتمشى لغاية ما نصلي الفجر، ومن بعد الفجر نروح نقعد قدام المدرسة، النتيجة هتيجي هناك ونشوف احنا عملنا ايه. قالوا تمام ماشي. هما طبعا في قرية ريفية، الشباب قعدوا يتمشوا ويتكلموا، ويا رب وانا اتوقع ان انا هجيب في كذا، انا خايف من دي، انا خايف من مادة كذا، انا خايف من موقف كذا. والكلام اخدهم اليوم لغاية ما يعتبروا خرجوا بره حدود القرية بتاعتهم، راحوا المكان بعيد كده شوية، بقوا في وسط الغيطان. بس في المكان ده في واحد باني بيت، هو مش بيت، هو زي مخازن، 3 دكاكين صغيرين ضيقين كده في حتة خلا وملهمش بوابات، هما دكاكين او مخازن صغيرة جنب بعض ومتقسمين 1 2 3 جنب بعض ولازقين في بعض، ملهمش بواب بس مصبوبين ومبنيين، ومكان الباب ده فاضي. فكانوا ماشيين من هناك، لاحظوا ان في حاجة بتتحرك جوه محل من المحلات دي. الشباب لاحظوا كده، قال لك يمكن فار. ففي واحد فيهم قال لا مش فار، ده حد طويل، دي واحدة كمان انا لمحتها، دي واحدة. هما قالوا لو كان واحد احنا كنا هنمشي، لكن قالوا واحدة، ايه اللي يجيب واحدة مكان زي ده في الوقت ده؟ ازاي واحدة تيجي هنا لما تكون عاملة او عاملة مصيبة؟ طبعا الشباب فاضي طبعا وخايف وقلقان، فبيدور على اي حاجة يفضوا فيها طاقتهم ويخلصوا فيها طاقتهم. فواحد فيهم قال لا دي واحدة، قال له خلاص يا عم واحدة واحدة نسيبها وتمشي. قال لا يمكن حرامية، يمكن عاملة حاجة، انت يا بت انت اللي جوه اطلعي يلا. طبعا
ما حدش رد. يقولوا والله في واحدة. فجابوا طوب وبدأوا يحدفوا جوه المخزن ده عشان الطوب يترد عليهم تاني. بس الطوب ما تردش عليهم كده بالراحة، لا، ده الطوبة كانت طالعة بالظبط من قلب المخزن زي ما يكون طلقة، زي ما يكون طلقة نار، طالعة بسرعة شديدة جدا وبقوة، زي ما يكون انت بيقولوا زي ما يكون مضروبة من بندقية، مش حد مسكها وحديفها بإيده. والطوبة طالعة يعني مش لاحقينها. بيقولوا الطوبة دي لو كانت يعني الطوب اللي يعني هم حدفوا طوبتين تلاتة، الطوبتين تلاتة دول اتردوا عليهم، مش أكتر من اللي حدفوه اترد عليهم. بيقولوا لو كانت طوبة جت في واحد كان زمانها قتلته، زي الرصاصة بالظبط، كان ممكن تطلع من الناحية التانية من شدتها ومن من القوة اللي الطوبة طالعة بيها. بيقولوا قالوا لا، ايه ده في حد جوه بقى عامل حاجة وبيمشينا. يعني مش يفكروا كده يقولوا لا احنا نبعد، ده اللي جوه ده حد مش سهل او حد قوي او حد شديد، لا، استمروا في اللي هما بيعملوه. وفعلا قعدوا يندهوا، انت اخرجي، والله ما سايبينك، والله ليلتك ما معدية، احنا هنبلغ البوليس، احنا هنروح نجيب العمدة. واحد شو هما كانوا حوالي ست شباب، شوية هيقفوا هنا والباقي هنروح نجيب نجيب اهالينا ونجيب الشرطة ونشوف انت قاعدة هنا ليه في وقت زي ده. فقالت لهم امشوا من هنا، روحوا من هنا. صوت واحدة وصوت قوي، صوت شديد، صوت واحدة يعني شباب، مش عجوزة، مش صوت ست عجوزة، لا. طب اطلعي، طب ما تخافيش، مش هنعمل فيكي حاجة، هنسيبك في حالة. تقول لهم امشوا من هنا. وسمعوا دبدبة، مفيش فايدة، برضو فضلوا مصرين على اللي هم بيعملوه. عشان أثناء ما هم بيتكلموا يبصوا يلقوها خرجت من المخزن ده أو من المحل ده جري. بيقولوا لقينا واحدة بتجري بمنتهى السرعة ولابسة لبس بيت، مش لابسة جلابية طويلة، لا، دي لابسة زي قميص قصير كده ودرعانها مكشوفة، يعني لابسة لبس بيت. قالك بس دي واحدة شكلها عاملة مصيبة ولا هربانة ولا كذا، وطلعوا يجروا وراها. هي جريت وهم يجروا وراها، مش لابسة لبس زي اللي بيلبسوه في الأرياف، لا، ده لبس بيتي. ده ايه اللي مخرجها بلبس البيت وجايبها هنا؟ طلعوا يجروا وراها، وفعلا هي تجري وهم يجروا وراها. مش كانوا محصلينها، هو جريها كان عادي، كانت سريعة شوية بس هما برضو يعني كان الفرق بينها وبينهم بتاع 7 متر كده. وكانوا يعني بيجروا، وفي أثناء ما هما كانوا بيجروا كانوا بيضحكوا، يعني الشباب دول كانوا بيضحكوا، هنمسكها اللي عاملة مصيبة دي وهنسلمها. نسيوا بقى الثانوية العامة ونسيوا أي حاجة، افتكروا بس ايه ان هما في انجاز عايزين يخلصوا، ان هما يمسكوا الحرامية دي او الست دي. وفعلا فضلوا يجروا وراها مسافة طويلة لغاية ما قربت على جنينة. قالك بس احنا هنحيزها على سور الجنينة دي. الجنينة دي كان لها سور طين، السور الطين ده ارتفاعه حوالي 2 متر ونص. ارتفاعه 2 متر ونص، يعني مش الواحد كده يطلع يعرف ينط عليه، بس يتسلق، يعني مفيش واحد 2 متر ونص، يعني هي مش هتعرف تطلع من عليه. الله يسرع، لو حاولت تطلع من عليه هيمسكوها على طول، مش هتلحق. وفعلا قربت من عند السور ده عشان هم بيجروا وخلاص فكروا ان هم يلحقوها. يتفاجئوا ان الست دي نطت من قبل السور بحوالي 4 متر، من قبل ما توصل السور بحوالي 4 متر نطت للناحية التانية من السور. يعني جريت قبل السور ب4 متر، وقفت وقامت جاية نطة من قبله ب4 متر، عدت الناحية التانية وهي واقفة، ولا أخدت استعدادها ان هي بتجري كده، قامت جاية نطة عادي جدا ومعدية الناحية التانية من قبل السور بحوالي 4 متر أو أكتر. ونطت عالية، يعني كانت عالية زي ما يكون طارت كده، بيقولوا زي ما يكون طارت للناحية التانية. الشباب دول من المنظر ده، يعني في منهم وهو بيجري لورا خاف ان هو يلتفت عشان يجري، كان بيجري بظهره من كتر الرعب ومن كتر الخوف اللي حصل لهم، لان هم كده تأكدوا ان اللي بتجري دي مش انسانة،
اللي بتجري دي مش واحدة طبيعية، دي حاجة تانية خالص. وقعدوا يجروا وفيهم ولد قعد يصرخ يعني، وأصابته زي هستيريا. الشباب دول طلعوا يجروا يعني، أخدوا الطريق اللي هما مشيه كله جري وصريخ لغاية ما قربوا من العمار ومن البيوت، وهما بيصرخوا فعلا. في ناس خرجت على صريخهم، وطبعا اللي قابلهم في ايه انت وهو حكوا على اللي حصل. الناس طبعا قعدت تزعق فيهم: انتوا بتستهبلوا، انتوا مجانين، انتوا مالكم وتروحوا حته زي دي ليه؟ واي حاجه تشوفوها لو حتى واحده سيبوها في حالها، انتوا ما بتفهموش، انتوا ما بتعرفوش وتجروا وتروحوا حته زي دي. طبعا كان رعب ما يتخيلوا رعب. الناس قعدت تقرا عليهم قرآن، كل طبعا خافوا يروحوا بيوتهم. الناس وصلوهم، ناس كبيرة طبعا من اللي خرجوا على الصعيد وصلوهم لغاية بيوتهم، عشان تكون دي ليلة رعب الثانوية العامة. يعني مش كفاية الرعب اللي مستنيهم ورا النتيجة، لا، ويحصل لهم موقف هيفضل مرتبط بنتيجة الثانوية العامة معاهم اللي آخر يوم في حياتهم. الشباب دول حكوا الموقف ده يعني، وبيحكوه لكل حد يقابلهم، والكل في كل موقف او يجي فيه نتيجة الثانوية العامة، وبتجدد نفس احساس الرعب والخوف من نتيجة الثانوية العامة معاهم كل سنة بسبب الموقف ده. وطبعا يعني والحمد لله كلهم نجحوا يعني كلهم نجحوا في الثانوية العامة، كانت نتيجتهم كويسة يعني، الحمد لله ربنا أنقذهم عشان مش الرعب يكمل تاني يوم، لا كلهم نجحوا. الموقف التاني اللي حصل ده برضو بمناسبة الثانوية العامة، القصة دي حصلت بالفعل لشاب كان في تالتة ثانوي في أول التسعينات برضو. الشاب ده كان بيتهم في وسط جنينة، يعني كان أقرب بيت ليهم بيبعد عن بيتهم حوالي 15 متر من ناحيتين. ورا بيتهم مفيش جنان، مفيش بيوت خالص، ده هو في بيت بعيد عن بيتهم 15 متر من اليمين، ومن الشمال يبعد عنهم حوالي 20 أو 25 متر كمان. ورا بيتهم جنينة كلها جناين توصل لبلد تانية، وقدام بيتهم في ترعة. بس هما طبعا كانوا بانيين في وسط جنتهم، وكانوا بانيين البيت جديد وفرحانين بيه وبالوسع، وكانوا عاملينه يعني حاجة مودرن، لان بيتهم اللي كانوا عايشين في الاول كان طين، وكان في حتة برضو مزدحمة، لكن الحتة دي فعلا بيت جميل، وانا شفت البيت ده فعلا. بيحكوا بيقولوا كان في ايام مراجعة الثانوية العامة، خلاص كان خلص المنهج وكانت خلاص الامتحانات، يعني كان ايام على بداية الامتحانات، وكان بيراجع وطلع يذاكر حوالي الساعة 11 بالليل في الفرندا بتاعة بيته. كان هو في تالتة ثانوي واخوه في تانية ثانوي. فيوم المدرس اللي كان بيجي يراجع معاهم مادة الانجليزي كان حصل له ظروف معرفش يجي لهم في الميعاد اللي هو بيجي فيه، كان تقريبا بيجي لهم الساعة 4 العصر. فاليوم ده هو طبعا عشان هو قريبهم يعني يعتبر كان خالهم، يعني ابن خال مامتهم، فاعتذر ليهم وقال لهم انا لما اخلص بس المشوار اللي ورايا هاجيلكوا، ويعني وعدها ان هو هيجي عشان ايه مش يزعلوا، عشان ما يتأخرش عليهم حاجة في المراجعة. وفعلا راح لهم حوالي الساعة 11، قال لهم انا جيت لكم اهو زي ما بوعدكم، وانا مش هضيع عليكم اليوم ولا حاجه وهنزل. مامته في اليوم ده، مامة الولد ده كانت تعبانه، حست بتعب، فدخلت هو المدرس ده بدأ مع الولد اللي هو في تانية ثانوي، وقال للولد اللي في تالتة ثانوي راجع شوية حاجات، واداله امتحان كده وقال له راجع وانا هخلص لاخوك شوية حاجات وهبدأ معاك انت. فالولد استأذن من الأستاذ، قال له طيب أنا هروح أراجع وأذاكر الحاجات دي في الفرندا، يعني الفرندا اللي هي ورا البيت، اللي هي بتبص على الجنينة اللي ورا البيت. قال له خلاص ماشي. والأستاذ كان قاعد في الصالة اللي هي يعني اللي فيها الفرندا دي، يعني مش بعيد عنهم ولا حاجة. جت مامة الولاد دول راحت قدمت حاجة للأستاذ، واستأذنت منه، قالت له أنا جوه يا أستاذ محمد، لو احتجت أي حاجة انده عليا، أنا هنا جوه. قال لها ماشي اتفضلي يا ام محمود، وانا لو عوزت حاجه هندع عليك، لان هي طبعا كانت قريبته. وفعلا هي الست دخلت قدامه الاوضه، لان البيوت كانت كل تفصيلتها اللي هي الصاله والاوض كلها بتفتح بيها، فدخلت قدام الراجل. بيقول عشان اثناء ما هو بيذاكر الولد ده في الفرندا، والاستاذ كان مدي اخوه اللي هو معاه في الصاله كان مديله
مسائل يحلها. يعني كان مديله زي اختبار صغير كده يحله، وقاعد معاه مستنيه ومركز معاه. فيتفاجئ ان الولد اللي في الفرندا عمال يتكلم، بيرد على حد. هو ده بيتكلم من دلوقتي الساعة حوالي 11:30. لا، ويبص كده لقاه واقف على السور بتاع الفرندا وبيتكلم على حد، بيقول لها حاضر حاضر انا جاي. الاستاذ هنا لا، رمى انتباهه جدا مع الولد، ايه اللي جاي فين ده، عشان يسمع صوت همس جاي من جوه الجنينة، ان في واحدة بتنده وبتقول يا احمد يا احمد تعالى انا عايزاك، تعالى شيل معايا حاجة، تعالى يلا يا احمد اخلص، تعالى يا ابني مش قادرة اشيل. واحمد يرد عليها يقول لها حاضر يا ماما انا جاي اهو. حاضر يا ستي استني، يعني مفيش الا انا، هتندهي لاي حد والاستاذ مستنيني جوه. قالت له لا تعالى يا ابني، انت هتشيل عليا الحاجه هتشيلها معايا ونمشي احنا الاتنين سوا بس نيجي. الاستاذ في الوقت ده قام من على الكرسي جري، ويعني وخرج على الفرندا، لقى احمد لسه بينزل من السور بتاع الفرندا، بينط من عليها كده، لان هي ما كان لهاش سلالم بتطل على الجنينه، هو سور بس كان قصير. فقال له احمد تعالى هناخد. قال له ايه يا استاذ محمد في إيه؟ قال له تعالى. قال له بس ثواني، امي جوه بس شايله جايبه وايد وعايزاني اشيله معاها. الوقيد ده اللي ما يعرفش هو عباره عن قش وخوص وحاجات بتتحط في الفرن البلدي اللي هو الفرن الطينه، وبيتولع بيه الفرن زي وقود للفرن كده. بيبقى خشب وحاجات وبوص وعصيان واقعه تحت الشجر، فبيلموه بيولعوا بيه الفرن. فهي طبعا مامته اللي مفروض هو كان مفكر ان هي مامته، قالت له تعالى شيل معايا الحاجة دي عشان لما اقوم اخبز الفجر زي ما هما متعودين. فاستاذ محمد ده سمعه، قال له تعالى يا ابني تعالى. قال له بس هروح اشيل على ماما. قال له مالكش دعوه بامك، تعالى يلا انا بندهلك تيجي. وشخط فيه لان الولد بيكلمه وكان فعلا رايح يعني ماشي. واستاذ محمود ده كان كبير في السن ان هو ينزل عفوا استاذ محمد ان هو ينزل ينط من على السور ده ويجي. فزعق. طبعا لما استاذ محمد زعق الولد يعني وقف مكانه وقال يرجع، هو في ايه يا استاذ محمد، اتهبل ولا اتجنن ولا ايه، هو بيزعق لي كده ليه؟ الولد اللي جوه اللي بياخد الدرس جوه طلع على الزعيق، واللي طلع على الزعيق برضو ام الاولاد دول اللي هي دخلت اوضتها قدام الاستاذ واقف في الفرندا، والولد جاي عليه من الجنينه ما دخلهاش، ربنا نجده. ويتفاجئ ان مامته خارجه من الفرندا جايه طالعه من البيت. الولد ساعة ما شاف مامته صوت ووقع في الأرض وقعد حصل له زي صرع من المنظر، لأن مامته لسه بتنده عليه حالا في الجنينة. يتفاجئ إن هي طالعة من البيت. طبعا أخوه نط ومامته قعدت تصرخ، وجابوه شالوه قعدوا يشربوه عصاير وقعدوا يقروا عليه قرآن. طبعا الأم مش فاهمة في ايه يا استاذ محمد، حضرتك بتزعق كده ليه، انت بتزعق له كده ليه، زعلته في ايه؟ قال لها زعلته مين؟ ابنك كان في حاجه بتنده عليه من جوه الجنينه على اساس ان هي انتي، وانا سمعت صوتها نفس صوتك بالظبط بتنده عليه وبتقول له تعالى شيل معايا الحاجه اللي جوه. مامته ساعة ما الأستاذ قال لها كده يعني بيقول لطمت على وشها، وده طبعا فعل حرام ما ينفعش، بس هي من خضتها ومن خوفها لطمت على وشها، قعدت تقرا القرآن وتستعيذ بالله. وكان تاني يوم الصبح أول حاجة حصلت إن الأب راح جاب طوب حجارة وراح قفل الفرندا دي خالص، قف حتى الشباك اللي على الفرندا ده مسمار، وجاب مسامير وركب فيه خشبة كده وقفله. قال الجنينة دي مش هيتفتح عليها أي بواب أو شبابيك تاني، كفاية اللي حصل ده، ربنا نجى الولد ده. القصص دي حقيقية وحصلت بالفعل لشباب مصريين طلبة الثانوية العامة، ربنا ينجحهم ويوفقهم، ربنا يكون في عونهم في الليلة الصعبة دي، ربنا ينجحهم ويقر أعينهم ويدي لكل مجتهد نصيب، ويفرح كل أولياء الأمور اللي تعبوا ماديا ومعنويا مع أولادهم.
بتمنى منكم ان القصة تكون عجبتكم، وبتمنى منكم الاشتراك في القناة وتساعدوني في دعم القناة بالشير واللايك وتفعيل زر الجرس عشان يصلكم كل جديد ومرعب وغريب من حكاوي تيتا المرعبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.